انا زيك بالظبط، ما بحبش الكرة الدفاعية بس بعشق المرتدات اللي شكلها حلو. معانا النهارده 5 من اجمل المرتدات اللي شفتها في حياتي. رقم 5 هو هدف كوادرادو في بايرن ميونخ موسم 2015 2016، بس بطل الرواية كان الفارو موراتا اللي بدأ الهجمة لوحده بانطلاقا من منطقة اليوفي لحد ما سلمها لكوادرادو قدام الجون، وكوادرادو ما ضيعش مجهود موراتا وكمل اللوحة. رقم 4 هو الهدف الفايز بجائزة بوشكاش 2017 لواحد من اللعيبة المفضلة بالنسبة لي وهو أوليفيه جيرو. الكرة تتقطع وتتلعب لجيرو وبلمسة واحدة بالكعب ينطلق من قبل نص الملعب لحد ما يوصل المنطقة، أليكسيس سانشيز يلعبها له جوه المنطقة وجيرو يحطها بالشكل الفريد من نوعه ده. رقم 3 هو هدف ريال مدريد ضد اياكس في موسم 2012. الهجمة بدأت من عند أوزيل وانتهت بعرضية بنزيما للدون كريستيانو رونالدو. رقم 2 هو هدف بلجيكا قدام اليابان في مونديال روسيا 2018، مرتدة أقل ما يقال عنها إنها مثالية. بلجيكا رجعت في النتيجة بعد ما كانت خسرانة 2-0 وبعدها بتيجي ركنية لليابان في الدقيقة 90. كورتوا بيطلع يمسك الكورة وتبدأ الحكاية لما يسلمها لدي بروين اللي بينطلق لحد ما يلعبها ناحية اليمين لمونيه. مونيه يعرض للوكاكو، لوكاكو يفوت وشادلي يحطها في الجون وتصعد بلجيكا لربع النهائي. واخيرا الجون رقم 1. الجون ده بالذات بقى تحسه من فيلم مش ماتش كورة، يعني سيناريو كده او سكريبت مكتوب. وهنا بنتكلم عن اياب نص نهائي البلاي اوفس ما بين واتفورد وليستر سيتي، تحديدا في الدقيقة 96 ومجموع الماتشين 2-2 وخلاص الفريقين رايحين لوقت اضافي. ليستر بيجي له ضربة جزاء قبل ما الحكم يصفر ولو سجل يصعد. المفاجأة بقى ان الحارس بيتصدى ليها على مرتين وفي مرتدة من 15 ثانية كلها ادرينالين. الكورة في الاخر بتتسند لتروي ديني بيقطع الشبكة والملعب بيغلي كأنك في فيلم بالظبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والفولو عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية، وبالتأكيد ما ننساش ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبتهم. سلام.